السلام عليكم، كي درتو بخير؟ نتمنى هذا الفيديو يلقاكم على خير. اليوم غادي نوريكم كيفاش تصايبوا الفلون ديال الكاكي اولا كيفاش يصدق لكم باش يولي على هذا الشكل هذا. كيف ما كتشوفوا معايا انا درت لكم جوج الانواع بجوج الانواع ديال الكاكي اولا كيفاش غادي تختاروا الفاكهه باش يولي عندكم فلون على هذا الشكل هذا. اذا غادي ندوزو المقادير وطريقه التحضير. اول حاجه، اول وصفه غادي نديروها بالليمون. هنا بالنسبه للكاس عندنا كاس ديال الليمون وجوج ديال الفاكهات ديال الكاكي. هادو ما طيبينش مزيان، يعني هنا باش تعرفوا الفرق. صافي كنشدوهم كنطحنوهم هكا تقريبا. فاش كنوجدوهم يعني كيجيو ما كيجيوناش بحال الفلون. هذا هو السر، يعني خاص الفاكهه تكون طيبه مزيان الا بغيتوها تكون عندكم بحال الفلون. اذا هنا هذه ما طيباش بزاف، درتها مع الليمون وضعتها هكا في الكويسات، كتجي حتى هي رائعه وزوينه. ولكن الا بغيتو يكون عندكم فلون غادي تختاروا، غتاخذوا كاس ديال الحليب تقريبا رابعه ديال الحليب. كنديروا معها جوج الفاكهات ديال الكاكي اللي كيكونوا طيبين مزيان كيف ما شفتوا معايا، يعني كتكون طايبه مزيان. ومن بعد كنضيفوا جوج معالق كبار ديال الكاكاو المر. هنا بالنسبه للسكر، اللي بغى يضيف السكر يضيفوا، انا ما ضفتوش. صافي وكنوضعوا بحال هكا في هاد لي غامكان وكنغطيوهم بالسلوفان وكنوضعوهم في الثلاجه تقريبا واحد الساعه ديال المكانه. صافي وكنخرجوهم كنديكوريهم. هنا درت في الفلون ديال الشكلاط شويه ديال اللوز مهرمش. وبالنسبه للليمون درت ليه شويه ديال الكوك، كيجي رائع، كنتمنى تجربوه.